هنتكلم في الكورس ده عن ازاي تستخدم التحليل الفني وازاي ممكن يساعدنا في إدارة رأس مالنا. وده لأن أهم حاجة في إدارة رأس المال في التداول إن نكون على علم تام بأساليب التحليل الفني. التحليل الفني مهم جدا، هو اللي بيخليني أعرف إمتى أشتري السهم وإمتى أبيعه. وقبل ما ندخل في التحليل الفني وشرح لأساليبه، هنبدأ الأول ب3 فيديوهات يفهمونا عالم البورصة شغال إزاي. في الفيديو ده هنعرف يعني إيه مؤشر، وإيه المخاطر اللي ممكن تقابلني لما أبدأ أستثمر رأس مالي في البورصة، وإيه الأدوات المالية اللي ممكن أستثمر فيها. مؤشر البورصة أو الماركت إندكس دي وحدة قياس بنقيس بيها أسعار الأسهم بشكل عام على أساس يومي. لما بيكون عدد الأسهم الكسبانة هي السائدة في السوق، فبيكون مؤشر البورصة بالموجب أو باللون الأخضر، ولما بتكون معظم الأسهم ملونة باللون الأحمر أو بالسالب فبيكون المؤشر هابط. فالمؤشر بيجيب عينة من أسهم الشركات، وبناء على العينة ديت بيحكم على السوق ككل متوسط الصعود قد إيه أو متوسط الهبوط قد إيه. وطبعا كل بورصة في العالم ليها مؤشرات، وعندنا في البورصة المصرية 5 مؤشرات أشهرهم EGX 30 و EGX 70. وللعلم مش بس عدد الأسهم الصاعدة أو عدد الأسهم الهابطة هي اللي بتأثر على المؤشر، في حاجة تانية بتأثر على المؤشر اسمها الوزن النسبي للأسهم داخل المؤشر. لو افترضنا إن مؤشر معين فيه 30 سهم، طبعا كل سهم من ال30 سهم الموجودين داخل المؤشر أو المندرجين تحت المؤشر بيبقى ليه وزن نسبي، يعني كل سهم منهم بيبقى ليه نسبة مئوية داخل المؤشر. يعني لما نجمع النسب المئوية لكل الأسهم داخل المؤشر لازم يدونا 100%. طيب بنحدد إزاي الوزن النسبي للمؤشر؟ تحديد الأوزان النسبية للمؤشر دي اللي بتحددها هيئة سوق المال، وده بناء على قوة السهم ماليا، يعني قوة الشركة المصدرة للسهم ماليا. وفي نفس الوقت رأس مال الشركة بيكون كبير، وعلى الأساس ده هيئة سوق المال بترتب الأسهم بأوزان نسبية مختلفة حسب قوة الشركة المالية وكبر رأس مالها، بالإضافة لنشاط السهم أثناء التداول. عرفنا يعني إيه مؤشر البورصة؟ تعال بقى نتكلم عن المخاطر اللي بتواجه المستثمر أثناء التداول. في عندنا نوعين من المخاطر، في مخاطر قابلة للتنويع وفي مخاطر غير قابلة للتنويع. المخاطر القابلة للتنويع، هنفترض مثلا إن أنا اشتريت سهم لشركة معينة، وبعد ما اشتريت حصلت مشاكل داخل الشركة المصدرة للسهم، والمشاكل ديت كانت مثلا إضراب للعاملين داخل الشركة، أو في سوء إدارة داخل الشركة، أو في ديون مرتفعة في الشركة، أو إن الشركة بتخسر. فبالتالي في الوقت ده أنا أقدر أغير السهم بتاعي وأخش في سهم تاني يكون ما عندوش أي مشاكل مالية أو اضطرابات أو سوء إدارة، ويكون بيحقق أرباح. وهي دي المخاطر القابلة للتنويع، يعني إن أقدر أبيع السهم بتاعي اللي فيه مشاكل وأغيره بسهم تاني في قطاع تاني ويكون سهم كويس وبيحقق مكاسب. طيب إيه هي المخاطر الغير قابلة للتنويع؟ المخاطر ديت بتأثر على السوق ككل ومش بتكون مؤثرة على السهم بعينه، زي مثلا ارتفاع أسعار الفايدة، أو في تغيير في السياسات المالية للبلد اللي أنا بتداول في البورصة بتاعتها. وطبعا المشاكل بتأثر على السوق ككل، ما بتأثرش على سهم معين، وبالتالي أنا لو حبيت أغير السهم بتاعي فبالتالي أنا هلاقي كل الأسهم الموجودة في السوق متأثرة بنفس المخاطر دي. وهي دي المخاطر الغير قابلة للتنويع، مخاطر بتأثر على جميع الأسهم، وبالتالي مش هقدر أنتقل الأسهم بتاعتي الخسرانة من شركة لشركة، لأن السهم بتاعي خسران والأسهم التانية برضه خسرانة. تعالوا بقى نتعرف عن الأدوات المالية اللي ممكن أستثمر فيها، وهنبدأ بالسهم. يعني إيه سهم؟ وإيه هي أنواع الأسهم؟ أي شركة في العالم بيكون ليها قيمة معينة. تخيل مثلا معايا إن قيمة شركة أبل 100 مليون دولار، وهم قرروا هياخدوا 10 مليون دولار من قيمة الشركة ويصدروا أسهم بيها وينزلوها في البورصة، وال10 مليون دولار دول هيقسموها على 100,000 سهم. ده معناه إن السهم الواحد قيمته 100 دولار. ولو أنت رحت دلوقتي ودفعت 100 دولار واشتريت سهم في الشركة، فأنت بتمتلك جزء من الشركة أو ليك حصة ملكية في الشركة، وبقيت مساهم وليك حقوق في الشركة. يعني بيكون ليك حق تصويت في مجالس الإدارة وحق في توزيعات الأرباح بتاعتها. طيب إيه أنواع الأسهم؟ في عندنا أسهم عادية وأسهم ممتازة وأسهم مجانية وأسهم الخزينة والأسهم النشطة. وخلينا نبدأ بالأسهم العادية. دي عبارة عن صكوك ملكية، وصك معناها ورقة بتثبت حق الملكية. فلما بتشتري سهم ده معناه إنك بتمتلك حصة في الشركة، وبالتالي ليك الحق في حضور الجمعية العمومية السنوية للشركة، وفي نفس الوقت ليك حق في الحصول على توزيعات الأرباح اللي بتحققها الشركة في حالة لو شركة وزعت أرباح، وفي حالة تصفية الشركة بيتم صرف مستحقات. أما الأسهم الممتازة هي زي الأسهم العادية بس بتختلف شوية، أو بمعنى أصح الأسهم الممتازة بتمنح حقوق إضافية للمساهم. يعني مثلا بيكون ليه الأولوية في صرف الأرباح قبل الأسهم العادية،
وفي نفس الوقت بيبقى ليه أولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة. وللعلم أول ناس ليهم الحق في صرف مستحقاتهم عند تصفية الشركة هم أصحاب السندات، وبعدهم أصحاب الأسهم الممتازة، وأخيرا أصحاب الأسهم العادية. يعني بعد ما ياخد أصحاب السندات حقوقهم بيدي حقوق أصحاب الأسهم الممتازة، والباقي بيتم صرفه لأصحاب الأسهم العادية. نيجي بعد كده للأسهم المجانية. الأسهم المجانية هي زيادة في رأس مال الشركة. لما الشركة بتعمل توزيع للأرباح المحتجزة بتزود رأس مالها عن طريق توزيع حصص على المساهمين، وبتتوزع الحصص ديت بنسبة امتلاك كل مساهم لعدد أسهم معينة. نيجي نتكلم عن النوع الرابع من الأسهم وهو أسهم الخزينة. أسهم الخزينة إن الشركة بترجع تشتري الأسهم اللي أصدرتها من السوق مرة تانية، وأسهم الخزينة دي ملهاش حق في توزيعات الأرباح ولا ليها حق التصويت في مجالس الإدارة. ومن ضمن الأسباب اللي بتخلي الشركة تشتري أسهم الخزينة لما الشركة تكون عايزة تخفض رأس مالها، فبتسحب جزء من عدد أسهمها من السوق بتشتريها يعني، وبتعدم أسهم الخزينة يعني بتقلل عدد أسهمها المتداولة على الشاشة. ومن ضمن الأسباب برضو إنها بتوزعها على العاملين في صورة حوافز أو مكافأة للعاملين. ومن أهم الأسباب اللي بتخلي الشركات تشتري أسهم الخزينة لما بيحصل أزمات اقتصادية والسوق داخل في الهبوط وأسعار الأسهم بتنخفض بشكل مبالغ فيه. في الحالة ديت الشركة المصدرة للأسهم بتشتري عدد كبير من أسهم الخزينة من السوق علشان تدعم قيمة السهم وتحاول توقف نزيف الخسائر وهبوط أسعار السهم على الشاشة. في أنواع تانية من الأسهم اللي بيقول عليها الأسهم النشطة. الأسهم النشطة دي هي أسهم معدلات التنفيذ عليها من خلال شاشات التداول بتكون بأحجام وقيم تداولات مرتفعة جدا. بعد ما اتكلمنا عن الأسهم وأنواعها، خلينا قبل ما نقفل الفيديو نتكلم عن قيمة الأسهم. الأسهم ليها 3 قيم: قيمة اسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية. القيمة الاسمية للسهم هي القيمة اللي تم إصدار بيها السهم لأول مرة علشان يتم التداول عليه في البورصة. أما القيمة الدفترية للسهم هي القيمة الاسمية اللي أصدرت به السهم عند بداية تداوله، مضاف إليه الاحتياطيات والأرباح المحتجزة المحققة في الشركة سنويا، أو نصيب كل سهم من الاحتياطيات والأرباح المحتجزة سنويا. وطبعا هنا هنقول إن القيمة الدفترية متغيرة من سنة للتانية، وده بسبب تغير الاحتياطيات والأرباح المحتجزة بالشركة من سنة للتانية، فبالتالي فالقيمة الدفترية هي قيمة متغيرة. أما القيمة السوقية فهي قيمة السهم المتداولة حاليا في البورصة. وعشان تكون عارف القيمة السوقية ممكن جدا تكون أكبر أو أقل من القيمة الدفترية والقيمة الاسمية للسهم، وده علشان القيمة السوقية بتتحدد حسب العرض والطلب على السهم في البورصة. فلما العرض بيكون كبير في السوق فقيمة السهم السوقية بتنخفض، ولما الطلب بيكون كبير على السهم في السوق القيمة السوقية للسهم بتكون أعلى من القيمة الاسمية والقيمة الدفترية. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن السندات وأنواعها وصناديق الاستثمار وأنواعها. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة علشان تشوف الفيديوهات الجاية. وللعلم ده أول فيديو من كورس الاستثمار في البورصة، وإن شاء الله ده هيكون كورس كامل لأي مبتدئ حابب يبدأ يتداول في البورصة. أشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.